نسبة قليلة جدا من العملاء هي اللي بتعترض أو تسجل شكوى، في حين إن الغالبية منهم لو واجه مشكلة غالبا مش بيتكلم أو بيمشي ومش بيرجع تاني أو بيشوف بديل للمنتج أو الخدمة اللي أنت بتقدمها. فشكوى العملاء واعتراضاتهم أو حتى ملاحظاتهم دي فرصة عشان تقدر تحافظ عليهم وتقدر تعرف أوجه القصور اللي عندك وتطور باستمرار من جودة اللي أنت بتقدمه. ده غير ان العميل لما يحس انك حريص على رضاه ده هيخلي فيه ثقة بينك وبينه، وهيكون هو كمان حريص على استمرار التعامل معاك. هنتعرف دلوقتي على صور ونماذج لاعتراضات العملاء اللي ممكن تقابلها وازاي تقدر تتعامل معاها. في اعتراضات بسيطة زي سوء الفهم، فهم معلومة انت قلتها بشكل خاطئ او هو عنده معلومة مش صحيحة. الموقف ده بيتحل بمجرد توضيح المعلومة، المهم بس انك بلاش تحرجه او تلومه، وهات التقصير من عندك انك ما وضحتلوش المعلومة بالشكل الكافي. الشك، متشكك في معلومة انت قلتها، وريله دليل يوثق كلامك زي المواصفات الفنية مثلا من المانيوال لو انت بتبيع جهاز، او لو عميل مثلا بيستلم عربيته بعد الصيانة وشاكك ان في قطعة اتغيرت، راجع معاه الفاتورة ووريله القطعة القديمة. او ان يكون فعلا اعتراض حقيقي ان في عيب في المنتج اللي بتبيعه او قصور في الخدمة اللي انت بتقدمها، اعتذر وحل المشكلة بسرعة. او ان اعتراضه يكون على السعر مثلا، وهنا هيكون ردك عن المزايا والمنفعة اللي هتعود عليه في المقابل زي الجودة وفترة الضمان مثلا. ممكن يكون اعتراض زائف، يعني انت عارف انه مش بيقول السبب الحقيقي وبيحور، زي انه يكون بيرفض استخدام المنتج بتاعك لاسباب غير اللي هو بيقولها، او انه يكون عايز يعمل مشكلة عشان ياخد خصم، او ان عنده تجربة سابقة مش كويسة وهو جاي متحفز. فده تسأله أسئلة كتير وتأكد عليه إنك وضحت له كل حاجة هو محتاجها وإن ما عندوش أي استفسارات أو أسئلة تانية. ممكن يكون اعتراض العميل إنه مش مهتم، زي إنك تعرض عليه منتج أو خدمة وهو يكون مش مهتم لأنه مش محتاجها. وهنا هنرجع لفيديو فن البيع ونشوف إزاي نقدر نخلق مشكلة للعميل عشان نقدر نبيع الحل في الخدمة أو المنتج بتاعنا. هتلاقوا الرابط تحت الفيديو ده. في حاجات لازم تكون عارفها بشكل عام وانت بتتعامل مع مشاكل العملاء. ما تحاولش تدافع او تبرر لو في خطأ موجود بالفعل. اسمع بعناية ودون ملاحظات، لازم العميل يشعر انك مهتم بيه. ترجم اعتراض العميل لنقط محددة عشان تعرف تعالجها. اظهر قدر من التعاطف، زي انك تقوله انا مهتم طبعا ومقدر انت ليه متضايق. بقدر الامكان خليك هادي وبلاش تاخد الموضوع بشكل شخصي. ما تخجلش من تقديم الاعتذار. بلاش تحرج العميل لو كان هو فاهم غلط أو كان الموضوع سوء استخدام منه. ابعد تماما عن العبارات الاستفزازية زي على فكرة انت الوحيد اللي بيشتكي من المنتج ده، أو اهدى لو سمحت ووطي صوتك، أو يا ريت تتكلم باحترام، أو مثلا انه يقولك أنا مش هاجي عندكم تاني فانت ترد تقوله براحتك. ده غير ان الشركة نفسها لازم يكون عندها الآتي: نظام لتسجيل وتحليل الشكاوى عشان الشركة تقدر تحلل شكاوى العملاء وتطلع منها بحلول لتطوير المنتج أو الخدمة اللي هي بتقدمها. إن يكون في تدرج في المسؤولية على حسب طبيعة المشكلة. إن يكون في سياسة لتعويض العملاء على حسب طبيعة المشكلة بتاعتهم. وإن يكون في متابعة للعملاء أو فولو أب لتقييم الخدمة والتأكد من رضا العميل. وبكده نكون عرفنا إزاي نقدر نتعامل مع اعتراضات وشكاوى العملاء. طيب هتتصرف ازاي لو عميل جاي منفعل وعايز يتخانق؟ وده هيكون موضوع الفيديو اللي جاي، فهنتقابل قريب ان شاء الله.